الاسماء دي يعني خلاص كده انا ايه كلنا احد الوزراء السابقين تواصل مع عدد من الرعاة علشان يحلوا أزمة نادي الزمالك. تمام. بعيدا بقى عن قصة نجيب رجل أعمال وما اعرفش لا، مجموعة رجال أو رعاة وتشتغل على نادي الزمالك وتحل أزمات نادي الزمالك، وتواصلوا بشكل قوي. اتقال لهم ازاي نحط اعلاناتنا وبنراتنا في ظهر اي مؤتمر، وكل الكلام اللي بيتقال فيه صعب، بيتحدث عن ذمم الناس، بيتحدث عن اشياء تتعلق بسمعه الناس. ده رد الرعاة. احنا ما نقدرش نعمل اعلانات ولا نعرض على نادي الزمالك وفي هذا المشهد الملتبس. الكلمه دي انا بقولها وانا مسؤول عنها تماما. نفس الشيء اللي حصل، وده كان حاجه صعبه جدا، وده كان هيبقى مخرج كبير قوي للزمالك من الازمات اللي هو فيه. يعني ده سبب رئيسي في ان الرعاة رفضوا ان هم يحلوا ازمات نادي الزمالك، ان هم يتدخلوا علشان قال لك احنا نادي الزمالك احنا تحت امره، لكن كيف يكون في مؤتمر صحفي واحنا حاطين بنراتنا ونسمع كلام ونسمع الفاظ ونسمع حاجات وعبارات قاسيه بشان بعض الشخصيات او بعض حتى لو كانت مش ناس معروفه، يبقى صعب جدا ان احنا نبقى كاننا بنرعى هذا الامر. كلام منطقي. احنا اسفين، مش هنقدر نبقى موجودين. طبعا نفس الشيء. نفس الشيء. مراد، الزمالك ممكن يكون بيقترب التعاقد مع مين تاني؟ بص، هو لو كنت فتح في الساعات الاخيره قال لك ان في لعيب من الاهلي ويفاوضوا لعيب من الاهلي. هو في 2 بيتكلموا معاهم فعلا، احمد حمدي وانت قلتها، في ناصر ماهر بتاع فيوتشر اللي هو لاعب الاهلي السابق، وطلبوها بشكل شبه رسمي في اتصال تليفوني مع احد المسؤولين في نادي فيوتشر. قال لك احنا عايزين ناصر ماهر. وفي مفاوضات، فممكن بنسبه كبيره ممكن تلاقي ناصر ماهر لعيب في نادي الزمالك الفتره اللي جايه. حاجه ثانيه اخيره يا امير، موضوع فيتوريا. فيتوريا والناس اتكلموا ان هو ماشي وجاله عرضه. هو فيتوريا كل ساعتين بيجي له عرض، كل ساعتين بيجي له. هو مدرب كبير يا جماعه، برضه سي في محترم يعني. كان في احد الفرق في السعوديه من فتره وكان ورقم وصل ل 6 مليون او 7 مليون دولار. النهارده العرض بتاع اهلي جده برضه وصل ما يعادل 8 مليون دولار في السنه. كان في من اسبوعين او 3 اسابيع كان في عرض من انديه نادي دوري ممتاز في البرازيل للتعاقد مع فيتوريا بما يعادل مثلا 4 مليون و800 الف دولار في السنه، ورفض. لكن الراجل رافض ومتمسك ان هو يكمل مع منتخب مصر لغايه افريقيا، وان شاء الله يحقق معاهم حاجه كويسه. يكمل مع المنتخب باذن الله ان شاء الله، نتمنى له كل التوفيق. طيب خلينا نختم بس بخبر رسمي عن النادي الاسماعيلي. قررت اداره النادي الاسماعيلي تعيين لجنه فنيه، وده على فكره احنا كنا انفردنا بيه من يومين 3 فاتوا يعني. قررت اداره النادي الاسماعيلي تعيين لجنه فنيه برئاسه الكابتن علي ابو جريشه، وعضويه كل من الكابتن صبري المنياوي والكابتن عماد سليمان، بالظبط زي ما احنا قلنا بالظبط خلال الايام اللي فاتت.